الوالدين ديال هشام ما قدروش يبقاو جالسين من بعد ما علموا ولادهم وحاولوا انهم يقلبوا على خوهم حتى هما وما لقاو حتى شي اثار. غادي يمشيو عند البوليس، قالوا لهم راه بغينا نديروا بلاغ ديال الاختفاء ديال ولدنا سميتو هشام. سولوهم الشرطه مالو كيفاش شنو وقع ليه. راه مولف كيعيط في التليفون ما كيخبرش على الدار، مره كيجي. وفاش مشينا عنده حنا هاد النهار للدار لقينا وسط الدار عامر بالدم، وداك الدم كتير ماشي قليل. الصراحه خفنا ومع ما كيجاوبش في التليفون زيد عليها سولنا الكونسيرج ديال العماره كيقولنا بلي ما شافوش من البارح ديال السبت بالعشيه. الشرطه سولوهم واش ولدكم زوج وساكن بوحدو ولا كيفاش؟ قالوا ليهم راه ودي ولدنا كان مزوج وما كملش حتى شهر وطلق، كان ساكن في الدار بوحدو وحتى فاش طلق بقى ساكن في ديك الدار النيت. رجعوا سولوهم وانتم واش عندكم السوارد ديجا؟ قال لهم الحاج محمد واه عندي الساروت حيت الدار ديالي في الاصل وانا اللي عطيتها ليه. الشرطه مشاو مباشره لهاد الدار وفعلا كيف ما قالوا والديه فتحوا الدار لقاو الدم كتير في وسط ديال الدار، لقاو تما الدنيا مربوله، قراعي ديال الشراب والكيسان وشي شويه ديال الماكله. ولكن فاش قلبوا الصالون والبيوت والكوزينه لقاو الدنيا مجموعه وما فيها حتى شي حاجه. الشرطه خداو داك الدم المختبر ديال التحاليل باش يشوفوه ديال من، وحتى دوك القراعي ديال الشراب والكيسان خداوهم المختبر ديال البصمات، وبداو التحقيق مع الجيران كاملين وحتى الكونسيرج ديال العماره. الكونسيرج كيقول اودي راه من البارح من السبت ما شفتو. قالوا ليه يمكن يكون خرج وانت ما شفتيش. قال لهم واه يمكن حيت انا ساكن غير في السفلي ديال العماره ويمكن نكون ناعس. جمعوا الجيران كاملين سولوهم واحد بواحد، هاد الاسئله كانت نفسها وحتى الجواب ديالهم كان واحد. الجار الاول كيقول فوقاش اخر مره شفتي فيها هشام؟ قال لهم ما شفتوش سيدي كاع، ويمكن كنت لقيته صدفه ولكن ما عقلتش بالضبط. قالوا ليه كيفاش كانت العلاقه ديالو معاكم؟ واش كان دابز مع شي واحد ولا شفتيه شي نهار كيقول شي حاجه لشي واحد ولا شي حاجه بحال هكا؟ قال لهم لا هادشي ما شفتوش، ولكن راه معروف هنا كيجيب الدراري والبنات وكيقصروا حتى كيصبح الحال وهو طالق الموسيقى. وصراحه هاد الحاجه كانت مقلقانا كاملين، غير كنا كنحشموا نهضروا مع الحاج حيت عارفينه انسان معقول وهذا هشام ماشي بحال باه. تقريبا الجيران كاملين غادي يقولوا نفس الهضره، وهذا الشيء غادي يفهموا منه الشرطه باللي هشام كان السمعه ديالو خايبه بزاف وسط الجيران. وفاش حاولوا يشوفوا واش وقع له مع شي واحد مشكل بشكل مباشر ما غيلقاو حتى شي واحد. كلشي كيقول ما عرفت، كلشي كيقول لا عمرنا دابزنا معاه ولا شفناه كيدابز مع شي واحد. الشرطه سولو خوت هشام حتى هما وحققوا معاهم، سولوهم على اخر مره شافوا هشام. قالوا انهم كانوا كيشوفوه وكيتلاقاو به في الدار وصافي، وحتى التليفون بيناتهم قليل حيت بسبب الظروف ديال الخدمه ما كتخليهمش يكونوا قراب اكثر من هكا. قالوا لهم علاش خوكم طلق من مرته؟ قالوا لهم سيدي السيده ما قدرتش تصبر حيت خويا كان صعيب بزاف وطبعه خايب وكان كيضربها، هي ما صبراتش طلقات ومشات بحالها. الشرطه مشاو قلبوا على الطليقه ديال هشام ولقاوها كانت واحد البنت من عائله لاباس عليها حتى هي، كانت غير هي واختها اللي عند الوالدين ديالها وما عندهاش خوتها دراري. سولوها فوقاش اخر مره شفتي فيها هشام؟ قالت لهم النهار ديال المحكمه تفارقنا من تما ما شفتو. قال لها واش ما حاولتيش تتصلي به ولا اتصل بيك؟ قالت لهم لا ما حاولتش وحتى هو ما اتصلش بيا، وزيدون علاش غادي نتصل به؟ راه تقطعت العلاقه بيني وبينه نهائيا. الشرطه شكو شويه الطليقه ديال هشام لا يمكن تكون عندها علاقه بهذا الشيء، حيت ممكن تكون بغات تنتقم منه لانه ضيعها في حياتها. اما حتى والديها كانوا الناس كيبان عليهم كيعرفوا بينهم وبين الله وناس ما عندهمش مع المشاكل. المهم خرج تقرير ديال الطب الشرعي اللي كيقول باللي الدم اللي لقاوه في وسط الدار الدم ديال هشام، والبصمات اللي كانوا في دوك القراعي ديال هشام وديال واحد اخر ما عرفوش شكون. الشرطه كان ضروري لهم يزيدوا يعرفوا ديال من هاد البصمات باش يشدوا راس الخيط، لانهم ما لقاوش شي دليل ضد شي واحد بخصوص هاد الاختفاء باش يشدوا فيه. البصمات رفعوها للجهات المختصه والمعنيه بهذا الشيء وزادوا دققوا في البحث كتر ولقاوهم ديال واحد السيد الاسم ديالو انس
العمر ديالو 26 عام وساكن نيت في مدينة أكادير. ساكن في واحد الحي تما. عرفوا العنوان ديالو ومشاو عنده، ما لقاوهش في الدار. قالت ليهم الام ديالو راه في المحل مع الاب ديالو، والنيت عطاتهم حتى العنوان بالضبط فين كاين المحل. مشاو الشرطه تما وفعلا غادي يلقاوه تما في المحل ديال الدروغري اللي عندهم، وشدوه مباشره وخداوه للمركز ديال الامن. قالوا ليه شحال ما شفتي هشام؟ قال لهم النهار ديال السبت فارقنا مع 11 ديال الليل، كنا في الدار ديالو. قالوا ليه وعلاش قتلتيه؟ اشنو وقع بيناتكم؟ انا صدم. قال لهم كيفاش؟ واش هشام قتلوه؟ انا ما درت ليه والو سيدي، راه شحال ما شفتو داك النهار راه خليته في الدار وانا مشيت بحالي. قالوا ليه ياك افترضوا منين هكا، علاش مشيتي بحالك مع 11 ديال الليل وما بقيتيش تما حتى الصباح كيف ما موالفين؟ قال لهم السيدي داك النهار مشينا انا وياه بالعشيه وكنا غير بجوج في الدار، ما كان معنا حتى واحد، كنا ناشطين شويه مع شي 11 قل شي شويه، غادي يجي عندنا شي واحد من الجيران دق علينا، خرج عنده هشام قال له داك السيد راكم مصدعينا بالموسيقى. تزايدوا في الهضره بيناتهم بزاف، ناضوا تشانقوا مع بعضياتهم، انا فرقتهم. السيد طلع بحاله وانا دخلت هشام ودخلنا للدار، حاولت نهدن فيه. الصراحه خفت من داك الجار لا يمشي يعلم البوليس ونطيح انا في المشاكل، وانا ما باغيش نتعايب مع الوالد ديالي حيت ديجا عندي معاه المشكل. صافا سيدي مع ال11 وشي حاجه نتخرجت بحالي، خليت هشام بوحدو في الدار. هذا ما كان من تما ما عيطت ليه ومن تما ما هضرنا. الشرطه كانوا قبل فاش خداو الاقوال ديال الجيران، خداو الصور ديالهم ولي فوتوكوبي ديال لي كارت ناسيونال حتى هما بطبيعه الحال باش بقاو عندهم في الارشيف. انس تعرف على الشخص اللي جا عندهم حيت البوليس وراوه التصاور، قالوا له يلا شوف من هاد الناس هادو شكون هو هاد السيد هذا اللي جا عندكم. غادي يبقى كيشوف هكاكا يقول لهم هذا